السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة ميني باتيه صغير وميني كرواسو. يعني حاجة كده حلوة جدا، ميني كرواسو بالشوكولاتة. هينفع للولاد للمدرسة، وكمان طبعا للفطار مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، هيكون حلو جدا. وكمان مكونات زي ما تعودنا دايما، مكونات سهلة وبسيطة متواجدة في كل بيت، نقدر ان احنا نعمل بيها بأقل التكاليف، نعمل كمية كبيرة وكمية وفيرة من الكرواسون والباتيه ان شاء الله. نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير بتاعتنا. مقاديرنا كالآتي: معايا 200 ملي من المية، ولو عاوزة تستخدمي حليب ممكن هتقسمي الكمية بين المية وبين الحليب، او لو هتضاعفي الكمية يكون 200 ملي مية و200 ملي حليب. وهضيف كيس من الخميرة بما يعادل 11 جرام خميرة، 3 معالق كبار من السكر، ومعايا رشة من الفانيليا، ومعايا بيضة. وهقلب بقى المكونات دي كده كويس جدا، محتاجة ان هي تمتزج كويس جدا وتدوب مع بعضها، واتأكد ان السكر داب تماما. بعد كده هضيف الزبدة. ممكن تستبدلي الزبدة بزيت عادي، مفيش مشكلة خالص، او حتى بسمنة، لكن الزبدة في المعجنات بتفرق كتير في الطعم. وهبتدي بقى اضيف المكونات الصلبة بتاعتي، عبارة عن 3 كوبايات ونص من الدقيق، او حسب ما العجين هياخد منك والسوائل تاخد منك دقيق، على حسب عرق الدقيق. هتضيفي الدقيق عليه طبعا رشة الملح اللي لازم معانا في كل المعجنات والكيكات. وهعجن بقى بالاسباتولا لحد ما تبتدي ان هي كده تبقى صعبة في العجن. هعجن بايدي واسيبها تختمر من ساعة او اكتر على حسب درجة حرارة الجو. وبعد بقى ما اختمرت وضاعفت الكمية بتاعتها زي ما احنا شايفين، هبتدي بقى ان انا اشتغل فيها واقسمها. انا هعمل كروسو وهعمل باتيه، فهبتدي بقى اقسم العجينة بتاعتي على حسب ما انا عاوزة. وبما ان انا هعمل الكروسو ميني صغير، فانا هقطع العجينة لقطع صغيرة نسبيا، بحيث ان انا الكروسو يطلع معايا ميني ويطلع صغير. لكن طبعا لو هعمله كروسو كبير عادي، كنت ممكن العجينة دي تتعمل على قسمين 2 بس. زي ما احنا شايفين بقى كده، وقطعتها رفيع علشان زي ما قلنا هنعمله ميني صغير. عندي بقى قطع شوكولاتة مطبخ، عايزة شوكولاتة دهن براحتك، مفيش مشكلة خالص. ممكن تحشي جبن، ممكن تحشي زي ما انت عاوزة. انا الباتيه هنا حشيته جبنة، عملت رول واحد كده زي ما احنا شايفين، وبعدين هلفه كده رول كويس جدا، واتاكد ان هو المسام بتاعته اتقفلت والطروف بتاعته متقفله كويس. وهبتدي بقى ايه اعمله كده ايه قطع متساويه، بقيس على قطعه منهم بحيث انه يطلع كله مقاس واحد وسوى واحد. بعد بقى ما سبته ارتاح شويه ودهنت وشه بصفار بيضه مع معلقه من الحليب كده وفانيليا، ودهنته كويس جدا ودخل الفرن زي ما احنا شايفين بقى، طلع بالشكل واللون الجميل اللي احنا شايفينه ده. ريحته تجنن، طري وهش جدا. اول بقى ما يطلع وهو سخن كده، ممكن بقى ايه دهنة كده من الزبدة السايحة، واديله دهنة تديله لمعة بقى وريحة تحفة، مش عاوزة اقول لكم. كده بقى ده شكل الكرواسون بتاعنا. انا عملت جزء كبير شوية وسط كده، وجزء ميني، وعملت الباتيه. عايزه اقول لكم بقى ان كميه الدقيق البسيطه دي والتكاليف البسيطه دي عملت لنا كميه كبيره جدا من الكرواسون ومن الباتيه. طبعا كلنا عارفين اسعار الكرواسون والباتيه بره دلوقتي عامل ازاي. اقل تكاليف عملت كميه كبيره جدا، الولاد هيفرحوا بيه، هيفطروا بيه، هياخدوه بقى في اللانش بوكس في المدرسه. هيكون حلو معاكي جدا وموفر، وما اخدش مننا وقت ولا مجهود ولا تكاليف. زي ما احنا شايفين بقى الكروسو صغير، وبتقدري تتحكمي في المقاس زي ما انت عاوزة. هتقسمي على حسب ما هتقسمي العجين هيطلع حجم الكروسو بتاعك. ده بقى الشكل النهائي كده بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وإشعار بكل فيديو جديد من قناتكم أكلة ماما. واشوفكم في فيديو جاي على خير. سلام.